السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طلاب الصف الثاني الإعدادي. إن شاء الله النهاردة مع فيديو جديد وفيديو مختلف. إن شاء الله النهاردة هنحل على الفصل الدراسي الأول بالكامل. إن شاء الله النهاردة الحصة هتبقى أول فيديو هيبقى فيديو حل فقط، حل فقط لا غير. إن شاء الله هنحل على الأسئلة بتاعة كتاب المدرسة على الترم الأول كله. إن شاء الله يعني في مراجعة كده عاملاها كتاب المدرسة، موجودة في كتاب المدرسة، فيها مراجعة وأسئلة متنوعة عن المنهج كله أو الترم كله. إن شاء الله المراجعة دي موجودة في كتاب المدرسة، في كتاب الامتحان، في كتاب الأضواء، في مختلف الكتب. إن شاء الله النهاردة الحل من كتاب الامتحان. تمام، إن شاء الله النهاردة الحل من كتاب الامتحان، ونبدأ بأول سؤال ألا وهو سؤال الخريطة. أعطينا خريطة ونوزع عليها أرقام من 1 ل 12. تمام، رقم 1 لحد رقم 12، واحدة واحدة كده وناخدها. الأول نشوف توزيع الحاجات دي على الخريطة عاملة إزاي. رقم 1 لو بصينا عليها نلاقيه هنا. رقم 2 هنلاقيه فين؟ هنا. الكلام ده. رقم 3 هنلاقيه هنا. رقم 4 دي. رقم 5 دي. رقم 6 ده كده. رقم 7 دي، و8 دي، 9 دي، و10 دي، 11 دي. واحدة واحدة بقى، يلا بينا، بسم الله. بيقول لك رقم 1 ده المحيط. ده المحيط الإيه؟ والله المحيط اللي موجود شرق قارة آسيا، ده المحيط الهادي. المحيط الهادي طبعا. تمام. تاني واحد بيقول لك ده بحر. هنا كده بنتكلم على بحر، ده بحر تيمور. دي قارة استراليا، خد بالك. طب فده بحر ايه؟ بحر تيمور. طيب. 3 بيقول لك ده نهر. نهر ايه ده بقى؟ نهر ايه ده اللي موجود في شرق اوروبا، عند الحدود كده بين اوروبا وبين اسيا؟ ده نهر الفولجا. الفولجا. رقم 4 بيقول لك هضبة. هضبة ايه دي؟ والله لو بصيت عليها هتلاقيها في الهند، فهضبة الدكن. هضبة الايه؟ هضبة الدكن موجودة في الهند. رقم 5 بيقول لك سهل. تمام، 5 اهي. ده سهل. ده سهل ايه؟ احنا اتكلمنا عن السهول وانواعها. ده سهل منشوريا. منشوريا. تمام. رقم 6 فين؟ رقم 6 بيقول لك جبل. هنا كده بيقول لك جبل، ومش هيقول لك على المنطقة دي. هنا كده في جبال، وهي الحد الفاصل بين قارة آسيا وأوروبا. دي جبال الايه؟ الأورال. صح، الأورال هي الحد الفاصل. تمام. تمام. طب نروح بقى ليه رقم 7 بيقول لك أرخبيل. أرخبيل إيه ده؟ إحنا عارفين الأرخبيل ده مجموعة من الجزر المتنوعة، فهنا مشاور لي على الأرخبيل ده. أرخبيل اليابان. اليابان. تمام. تمام. طيب بيقول لي برضو قارة 8 دي قارة إيه؟ ده قارة إفريقيا. إفريقيا. تمام، قارة إفريقيا. زود بس إيه أنا شوية. طيب بعدين بيقول لي 9. فين 9؟ لو بصينا عليها هنا كده، النظام الأحمر ده اللي متلون بالأحمر ده، ولا أنا لونته بالأزرق حاليا، ده بيقول لك إيه؟ ده نظام غابات. عارفين طبعا الغابات اللي موجودة هنا، ده غابات الإيه؟ الصنوبرية. الصنوبرية. طيب رقم 10 بيقول لك برضو نظام غابات. خد بالك من رقم 10. رقم 10 فين؟ رقم 10 اهو الغابات دي. تمام، فدي الغابات المدارية المطيرة. المدارية المطيرة. خد بالك ماشي. الصنوبرية هنا. تمام. الصنوبرية هنا والمدارية المطيرة هنا. رقم 11 بيقول لك ده نظام حشائش. حشائش مش غابات. تمام، بس حشائش فين بقى؟ بيقول لك ده هنا كده في المنطقة الشمالية هنا. يبقى ده حشائش التندرا، اللي هي الحشائش موجودة في المناطق الشمالية الباردة دي. تمام. تمام. طب 12 بيقول لك ده نظام الصحاري. نظام الصحاري اللي موجود ده نظام الصحاري الحار. تمام. تمام. اتكلمنا عن وجوده في اكتر من مكان في القاره الاسيويه، وعدم وجوده في القاره الاوروبيه بسبب الموقع الفلكي. كده ده كده هي كانت الخريطه بتاعتنا. تمام. تمام. عندنا فيها كذا حاجه من 9 ل من 9 حاجات او 12 حاجه. اتكلمنا رقم 1 هنا على ان احنا عندنا محيط هادي. رقم 2 اتكلمنا هنا عن بحر تيمور. رقم 3 نهر الفولجا. رقم 4 هضبة الدكن. رقم 5 سهل منشوريا. رقم 6 جبال الأورال. رقم 7 هنا اتكلمنا عن أرخبيل اليابان. تمام. رقم 8
اتكلمنا عن قارة افريقيا، و9 اتكلمنا عن نظام الغابات الصنوبرية، و10 الغابات المدارية المطيرة، و11 نظام الحشائش الباردة او التندرا، و12 اتكلمنا عن نظام الصحاري الحار. تمام. تمام. بعدين هنروح على السؤال اللي وراه ده كده. ايه كان سؤال الخريطة بتاعنا؟ السؤال اللي وراه بيقول صح وغلط. اعطينا 10 صح وغلط نختار. يلا بينا بسم الله نشوفه كده، نصغره، خلوها كام؟ 3. يلا بينا. لون نخلوه اصفر. حلو، انا بحب اللون الاصفر، بحب الاصفر والبرتقالي. طيب بقول لك تعد قارة اسيا احدى قارات العالم القديم. اجابة صح. القديم يعني حديثة، هي قديمة. 2 قارة اسيا اصغر مساحة من قارة اوروبا. اجابة خطأ. اكبر من قارة اوروبا. اكبر من قارة اوروبا. نغير اللون عشان اللون مش احسن حاجة. تمام ماشي، حلو جامد. قال لك تعد قارة اوروبا مهد الديانات السماوية. طبعا الاجابة خطأ. اوروبا لا، هي قارة اسيا. قارة ايه؟ اسيا. طب 4 بيقول لك يعد النيكل احد المعادن النووية. طبعا الاجابة تكون خطأ، ده اليورانيوم. اليورانيوم. تمام. 5 بيقول لك آمن سكان بلاد العراق القديم بفكرة تعدد المعبودات. إجابة صحيحة. ده 5. رقم 6 بقول لك ينتشر نظام الغابات النفطية في إقليم منشوريا. خد بالك من نوع الغابات هنا، بقول لك الغابات النفطية منتشر في إقليم منشوريا. طبعا الإجابة صح. رقم 7 بيقول لك فيه يعيش الطاووس الهندي في نظام الحشائش المعتدلة. بص، هو الطاووس بيعيش في نظام الحشائش بس مش المعتدلة، الحارة، السافانا يعني، مش الستيبس. الإجابة خطأ. طيب السؤال رقم 8 بيقول لك تعد صحراء جوبي في منغوليا من أمثلة الصحاري الحار بقارة آسيا. بص، هي من أمثلة الصحاري تمام، بس مش صحاري حارة، ده صحاري معتدلة، فهنا الإجابة هتكون خطأ طبعا. طيب نروح للسؤال اللي وراه. البحار المفتوحة أكثر ثراء في التنوع البيولوجي من البحار شبه المغلقة. طبعا إجابة صح. لما يكون عندي بحار مفتوحة على بعضها البعض أحسن ما يكون عندي بحر شبه مغلق حوالين نفسه، أو عنده فتحة صغيرة مع بحر تاني أو محيط. لا طبعا، هيفرق طبعا في التنوع البيولوجي والكائنات اللي موجودة جواه. إجابة صحيحة. كانت الفلسفة الرومانية السؤال رقم 10 أساسا مهما للفكر الغربي. طبعا صح، يعتمدوا في الفلسفة الرومانية على فكرهم حتى في العصر الحديث، مستلهمين معظم العلوم منها. طيب ده كده كان السؤال الثاني اللي هو صح وغلط. نروح بقى للسؤال الثالث بيقول اختر الإجابة الصحيحة من بين الأقواس. طيب عندنا السؤال رقم 1 بيقول إحدى قارات العالم الجديد هي قارة إيه؟ خد بالك أقول لك قارات عالم جديد، هم 4 جداد أصلا، من ضمنهم أستراليا. طيب السؤال رقم 2 بيقول لك إحدى قارات العالم القديم. حلو، أنا كده عندي 3، 1 2 3، آسيا أفريقيا أوروبا، وتحيط بها المحيطات من 3 جهات. من كام جهة؟ من 3 جهات. لو بصيت على، طبعا نستبعد أنتاركتيكا، لو بصيت على ال3 دول هتلاقي إن القارات إن المحيطات بتحيط القارة مين اللي من 3 جهات؟ هتلاقيها قارة آسيا. ليه قارة آسيا؟ قارة آسيا عندها المحيط المتجمد الشمالي، قارة آسيا عندها المحيط الهادي، قارة آسيا عندها المحيط الهندي، فدول 3 بيحيطوا بيها. طيب رقم 3 بقول لك تقترب قارة آسيا من قارة أفريقيا عند مناطق إيه؟ يعني قارة آسيا وقارة أفريقيا بيقتربوا عند نقطة معينة كده. تمام، عند نقطة معينة هي اسمها مضيق باب المندب، بتشرف عليه دولتا جيبوتي في أفريقيا واليمن في آسيا. جيبوتي واليمن. طيب نروح للسؤال رقم 4. تمام، هنا السؤال رقم 4 بيقول أكبر القارات من حيث الامتداد الفلكي هي قارة إيه؟ طبعا قارة آسيا، يعني ده أكبرهم مساحة وأكبرهم في الامتداد الفلكي. 5 بيقول لك تقع هضبة شبه الجزيرة العربية فين؟ آسيا. شبه الجزيرة العربية هل في شرق آسيا؟ لا طبعا. هل في شمال؟ لا طبعا. هل في الجنوب؟ لا طبعا. فين؟ في غرب آسيا. طيب بيقول لك تقع هضبة الميزيتا في دولة مين؟ ده هضبة الميزيتا اللي موجودة في أوروبا، موجودة في دولة إيه؟ موجودة في دولة إسبانيا. إسبانيا.
اتكلمنا عن مثال الهضاب، اتكلمنا عن ميزيتا وهضبة فرنسا. تمام، هضبة فرنسا في فرنسا وهضبة ميزيتا في اسبانيا. 7 بقول لك يجري في سهول سيبيريا. سهول سيبيريا فيها عدة أنهار، منها إيه؟ والله إحنا عارفين أوبيان سيلينا، فأوبا أهو خلاص اختاروه. أوبيان سيلينا اختار أوبا خلاص، ودول اللي بيفقدوا أهميتهم فصل الشتاء بسبب التجمد. النهر بيتجمد فحركة التجارة بتنعدم، كذلك الصيد فده اللي بيأثر إيه؟ بيؤثر او بتتاثر بيه تجمد شتاء. يبقى شتاء الانهار دي او السهول دي بتتجمد، فالانهار بتتجمد، مفيش حركه، مفيش تجاره بحريه خلاص، مفيش سفن رايحه مفيش سفن جايه، مفيش صيد، مفيش زراعه كمان في السهول دي، لان السهول بتتجمد مفيش زراعه، فبتفقد اهميتها الاقتصاديه بقى. طيب سؤال رقم 8 بيقول لك ياتي معظم انتاج الحديد من قاره اوروبا. خد بالك قاره اوروبا مش قاره اسيا. تمام، بقول لك قاره اوروبا انا عاوز اكتر دوله بتطلع منها انتاج لمعدن او خام الحديد، تبقى روسيا. تبقى روسيا. طب 9 بيقول لك يعيش طائر ابو منجل. طائر مين؟ ابو منجل في غابات ايه؟ هل مداري ولا موسمي ولا نفطي ولا صنوبري؟ لا، كانت الغابات الموسميه. طب 10 بيقول لك يوجد نحو نصف مساحه المنجروف في العالم في قاره من القارات، طبعا قاره اسيا. قاره اسيا. تلاقي ان اسيا مسيطره على معظم الحاجات اصلا، معظم الموارد، معظم كل حاجه تلاقي اسيا مسيطره عليها. 11 بيقول لك يعد معبد البراثيون، البراثينون من اروع المعابد في مدينه ايه؟ مدينه اثينا. مدينه اثينا والحضارات اليونانيه القديمه. تمام، يبقى معبد البراثينون في اثينا. ده كده كان اسئله اختر. نروح بقى لرابع نوع من انماط الاسئله، او رابع نمط او رابع نوع، الا وهو اكمل العبارات الاتيه. بسم الله. بقول لك اكمل العبارات الاتيه. تمام، يطلق على قارتي اسيا واوروبا معا اسم واحد كده اسمه اوراسيا. اوراسيا. طيب سؤال تاني بيقول لك يفضل او يفصل قاره اسيا عن قاره استراليا بحر اسمه تيمور، وده لسه جايبينه من شويه، ان انا فرق بين قاره اسيا هنا واستراليا هنا بحر، هنا اسمه بحر ايه؟ بحر تيمور. طيب رقم 3 بيقول لك اشهر سلاسل الجبال. اشهر سلاسل جبال قاره اوروبا. يعني انا اروح على قاره اوروبا اشوف اشهر سلاسل الجبال فيها جبال ايه؟ جبال الألب، باختلاف مسمياتها بقى. تمام، باختلاف مسمياتها عشان لها اسمين. طيب بقول لك يطلق على جبال الألب في شبه جزيره البلقان ايه؟ اهو بقى هنا كده بقول لك في شبه جزيره البلقان بيطلق عليها بجبال الألب الديناريه. الايه؟ الديناريه. جبال الألب الايه؟ الديناريه. طيب السؤال رقم 5 بيقول لك تشغل معظم الجزء الجنوبي من الهند هضبة اسمها هضبة الايه؟ هضبة الدكن. هضبة الدكن. هضبة الدكن. انا عايز ايه؟ انزل خلي 3. 3 بيبقى احسن. طيب يلا بينا. بيقول لك يجري نهر امور. تمام، باسيا. رقم 6 نهر امور يجري باسيا في سهل ايه؟ خد بالك هنا في السؤال لازم تقول السهل. هو اصلا عايز السهل اللي بيجري في النهر ده. تمام، فانت لما تتكلم على نهر امور واخدت انت نهر امور بيجري في انه السهول اللي موجوده في قاره اسيا، ارجع معايا بقى لايه؟ للدرس الثاني في الوحده الاولى، هتلاقي ان هو سهل منشوريا. سهل منشوريا. اتكلمنا طبعا عن سهل منشوريا، وسهل منشوريا بتجري بيه انهار، اشهر انهاره مين؟ امور. امور يبقى سهل منشوريا. طيب نروح للسؤال اللي وراه. بيقول لك رقم 7 يأتي معظم إنتاج قارة آسيا من المنجنيز من دولتين الصين والهند. الصين والهند دايما هتلاقيهم مسيطرين على كل حاجة. 8 بقول لك أولى دول قارة آسيا من حيث إنتاج النيكل، يعني أكتر دولة بتطلع نيكل من آسيا هي دولة غريبة شوية ومختلفة، إندونيسيا. مش بتتكرر كتير. مش بتكرر كتير دولة إندونيسيا. تمام. طيب 9 بقول لك أشهر ملوك الحضارة البابلية. نخش في التاريخ. خلاص خلصنا جغرافيا، نخش في التاريخ. اشهر ملوك الحضاره البابليه الاولى. خد بالك البابليه الاولى حمورابي على طول. حمورابي على طول. طيب رقم 10 بقول لك عاصمه حضاره معين او معين. عاصمه حضاره معين اليمنيه كانت ايه؟ كانت قرناو. قرناو. تمام.
طيب بيقول لك تعرف الأبجدية الحميرية، الأبجدية الحميرية بالخط الإيه؟ بالخط المسند أو السند، بالخط الإيه؟ المسند. تمام؟ المسند. بعدين بيقول لك 12 تلقى الإسكندر الأكبر تعليمه على يد مين؟ الإسكندر الأكبر اتعلم في صغره العلوم والفلسفة على إيد مين؟ على إيد العالم أو الفيلسوف أرسطو. اسكندر الأكبر اتعلم على إيد مين؟ أرسطو. 13 بيقول لك اندمجت الثقافة المصرية واليونانية خلال عصر من العصور ألا وهو الإيه؟ البطلمي. البطلمي. طيب بيقول لك بدأت العلاقات بين البطالمة والرومان منذ عهد مين؟ الرومان والبطالمة عملوا ما بينهم شوية علاقات وتعاونات، كانت في عهد مين؟ بطليموس الثاني. بطليموس الثاني. طيب ده كده كان السؤال بتاع أكمل. نروح للنمط الخامس ألا وهو اكتب ما تشير إليه العبارة الآتية واحدة واحدة. قال لك رقم واحد ده جبال تعد الحد الفاصل بين آسيا وأوروبا، طبعا ده جبال الأورال عارفينها طبعا، الأورال. اتنين بيقول لك إحدى قارات العالم القديمة وتقع بالكامل في نصف الكرة الأرضي الشمالي، ده قارة أوروبا، إنما أفريقيا وآسيا نصف شمالي وجنوبي عادي. ثلاثة بيقول لك أعلى قمة جبلية في العالم وتقع بقارة آسيا، طبعا ده قمة إيفرست. أربعة بيقول لك أعلى قمة جبلية في قارة أوروبا، طبعا ده قمة مون بلان. خمسة أعلى هضبة في العالم وتوجد بقارة آسيا، ده هضبة التبت وبتسمى بسقف العالم، هضبة التبت. رقم ستة بيقول لك سهول فيضية تقع في شمال قارة آسيا وتتجمد في معظم أجزاء السنة، سهول سيبيريا، ودي بتفقد قيمتها الاقتصادية شتاء. سبعة بيقول لك ثالث أنهار العالم من حيث الطول، نهر موجود في الصين اليانجتسي. اليانجتسي. تمام. نروح استكمالا للأسئلة دي. عندنا السؤال رقم 8 بيقول لك أطول أنهار أوروبا. أوروبا يبقى الفولجا وش على طول، ما تهزرش. طب بقول لك تسع مجموعة من الجزر المتجاورة، التعريف ده بيطلق على إيه؟ على أرخبيل، زي أرخبيل الجزر مثلا، زي إيه؟ أرخبيل اليابان مثلا. تمام. تمام. بعدين بيقول لك أولى دول قارة آسيا إنتاجا للحديد، إيه أكتر دولة بتطلع حديد في آسيا؟ الصين طبعا. طيب أولى دول قارة أوروبا، خد بالك هنا بقى القارة أوروبا وإنتاج خام الإيه؟ الكروم، مين؟ فنلندا. فنلندا. طيب سؤال رقم 12 بيقول لك مواد خام محدودة ذات أهمية اقتصادية كبيرة تدخل في إنتاج الطاقة النظيفة، يعني مواد خام محدودة مش موجودة بكثرة ولها أهمية اقتصادية كبيرة، يعني فلوسها يعني غالية يعني. تمام. وبتستخدم في إنتاج الطاقة النظيفة. سؤال رقم 12 إجابته تبقى المواد الخام الحرجة، احنا عرفناها أصلا في حصة كده، المواد الخام الحرجة، وقلنا حرجة عشان هي محدودة وأهميتها كبيرة. طيب سؤال رقم 13 بيقول أولى دول قارة أوروبا من إنتاج خام النيكل، طبعا روسيا. روسيا. تمام. تمام. طيب سؤال رقم 14 بيقول لك يعد أساس الصناعات البتروكيماوية الحديثة، اتكلمنا عن دور البتروكيماويات وده بتستخدم أو بتشتق من البترول. الصناعات البتروكيماوية البترول بيدخل فيها بصفة أساسية وبصفة كبيرة كمان. طيب السؤال رقم 15 بيقول لك قارة تنتج نحو نصف الطاقة الكهرومائية العالمية، قارة ايه؟ قارة آسيا. بعدين اقول لك ملك استطاع، رقم 16 هنا، ملك استطاع السيطرة على المدن السومرية المتنازعة وتوحيدها، ده ملك سرجون الأول. سرجون الأول. طيب رقم 17 أشهر معبودات بلاد العراق قديما، ده الملكة عشتار، وده اللي انتقلت عبادتها إلى مصر، حتى المصريين في العصور القديمة حصل ما بين تبادل ثقافي وبتاع، وإن المصريين اتأثروا دينيا بالحركة دي وعبدوا معبودات زي عشتار. 18 بيقول لك ملك وضع أول قانون مدون في العصر السومري، طبعا ده الملك أورنمو أو أورنمو. تمام. الملك ده هو اللي وضع أول قانون مدون. طيب 19 بيقول لك هرم مدرج بني عليه معبد، يعني هرم مدرج عادي واتبنى عليه معبد. تمام. ده من الطوب الطيني.
تمام، من الطوب الطيني. ده ايه؟ دي اسمها الزقورة. اسمه ايه؟ الزقورة. طيب برضه زقورة. طيب السؤال وراه بيقول لك مركز تجاري أنشأه الفينيقيون على البحر المتوسط. سؤال رقم 20. طبعا دي مدينة قرطاج. قرطاج. طيب 21 بيقول لك أشهر ملكات حضارة سبأ. طبعا الملكة بلقيس، ذكرت في القرآن. تمام. طب 22 بيقول لك أحد فروع السبائيين، يعني الناس كانوا سبائيين، كانوا فرع من فروع السبائيين، بس إيه، حكموا وسيطروا على سبأ ونقلوا العاصمة لريدان. هم الحميريون. الحميريون طبعا احنا عارفين هم ايه، احد فروع السبائيون، وراحوا ينقلبوا وضموا كل البلاد دي لحكمهم وانشأوا الدولة الحميرية. طيب بالنسبة لسؤال رقم 23 بنتكلم عن أعظم الإنجازات الهندسية في الصين الشديدة لحماية الحدود من الأعداء. ده الكلام ده على سور الصين العظيم طبعا. تمام. السؤال رقم 24 بيقول لك ثالث أغنى، او رقم ثلاثة يعني من حيث ايه انهار العالم بالتنوع البيولوجي. يعني من حيث التنوع البيولوجي هو رقم ثلاثة في العالم. ده انه نهر ده؟ ده هو نهر ميكونج. ميكونج. طيب سؤال رقم 25 بيقول لك اكبر بحيرة عذبة في العالم. ده بحيرة لادوجا. لادوجا. سؤال رقم 26 بيقول لك نظام يقوم على حكم الشعب والمشاركة في اتخاذ القرار. ده ديمقراطية وش. ده ديمقراطية. طالما الشعب هيكون له رأي في حكم بلاده يبقى ديمقراطية. تمام. رقم 27 بيقول لك معبود مصري ذو صبغة يونانية أو ذو صبغة يونانية، يعني متأثر باليونان شوية. طب يا ترى هيطلع إيه المعبود ده؟ ألا وهو سيرابيس. هيطلع مين؟ سيرابيس. طيب واحدة واحدة نرجع للي احنا كنا فيه تاني. ألا وهو سيرابيس. تمام. تمام. طيب أول إمبراطور يعتنق المسيحية ويعترف بها. ده الإمبراطور قسطنطين. قسطنطين الأول. قسطنطين مين الأول؟ طيب لغة هي مزيج بين اليونانية والديموطيقية. يبقى إيه؟ الديموطيقية دي المصرية القديمة بتاعت أهل الشعب، بتاعت أهل الشعب. واليونانية دي اليونانية اسمها اللغة القبطية بقى. الخليط ده اسمه اللغة القبطية. اللغة القبطية. طيب 30 بيقول لك اعتزال الحياة والبعد عن متاعها والعيش في الصحراء بعيد عن الناس. ده اسمه ايه؟ اسمها الرهبنة. يعني هينفصل عن كل حاجة في الدنيا. هينفصل عن كل حاجة في الدنيا. تمام. يسيب بيته، يسيب أهله، يسيب شربه، يسيب كل حاجة، ويروح يعيش في الصحراء يتعبد هناك. اسمها الرهبنة. طيب ده كده كان نظام أو نمط من الأسئلة. اكتب ما تشير إليه العبارة. 30 واحدة. كتير جدا. طيب نروح لسادس نوع من أنماط الأسئلة، ألا وهي بما تفسر. طبعا مش عرفت نكتب الإجابة هنا، فاحنا إيه اللي هنجاوبه هنعمل عليه صح. سؤال رقم 1 بيقول الأهمية الاستراتيجية لموقع قارة آسيا. والله رقم 1 لما تجاوب على سؤال زي ده تقول له إيه؟ المسطحات المائية اللي بتشرف عليها قارة آسيا، صح؟ يبقى والله حيث إيه؟ حيث تطل على مسطحات مائية هامة وتتحكم في ممرات مائية هامة، صح؟ لا تتحكم في ممرات مائية هامة زي مضيق إيه؟ مضيق باب المندب ومضيق هرمز. مش بتتحكم فيهم؟ مش بتتحكم في طرق التجارة العالمية؟ مش بتشرف على مسطحات مائية هامة؟ يبقى لها أهمية استراتيجية. تمام. يبقى إشرافها على المسطحات المائية الهامة وتحكمها في الممرات المائية الهامة زي مضيق هرمز ومضيق باب المندب. السؤال رقم 2 بيقول لك الأهمية الاقتصادية لموقع قارة آسيا. أيوه بقى خش على الأهمية الاقتصادية بقى. النفع الاقتصادي الفلوس بقى. والله الموقع الجغرافي والفلكي. قسمها 2 دايما. دايما الحاجة دي الأهمية الاقتصادية قسمها 2. الموقع الجغرافي يقول والله إن هي معبرا للطرق التجارية البرية القديمة. تمام. زي طريق الحرير وطريق التوابل. احنا مش عارفين الكلام ده؟ عارفينه. طب الموقع الفلكي. الموقع الفلكي وتنوعه في القارة. طبعا القارة كبيرة، فعملية التنوع في المناخ، فتنوع في النبات، فتنوع في المحاصيل، وكمان تنوع في الحيوان. فانا عندي تنوع مناخي عمل لي تنوع بيولوجي وتنوع حيوي في القاره. تمام. تمام. يبقى الاهميه الاقتصاديه نادي يعني موقع الفلك والموقع الجغرافي. رقم 3 بقول لك الاهميه الحضاريه والدينيه. والله اسيا هي مهد الديانات او الديانات السماويه. 3
اليهودية والمسيحية والإسلامية، وفيها كتير جدًا من الأماكن المقدسة زي مسجد الحرام والمسجد النبوي وزي كنيسة المهد وزي مسجد الأقصى، فهو دي الأسباب، يبقى هي إيه، حضارية ودينية بسبب نشأة إيه، العديد من أو نشأة الحضارات القديمة فيها، ودينية هنتكلم عن جزء اللي هو زي الأماكن المقدسة الكتير اللي موجودة، وزي إن هي كانت مكان مهدًا لنشر ولانتشار الديانات السماوية ال3. طب الأهمية الحضارية بسبب إيه، الحضارات القديمة اللي موجودة فيها زي الحضارة الصينية، الحضارة الهندية، الحضارة العراقية أو الحضارة بتاعة بلاد اليمن بقى والكلام ده. طيب السؤال رقم 4 بيقول الأهمية الاقتصادية لموقع قارة أوروبا. طيب والله الموقع الفلكي والجغرافي مش نفس السؤال هنا؟ قسمناهم فلكي وجغرافي، هنا قسمناهم فلكي وجغرافي. الموقع الجغرافي هو سهل على التواصل بين شعوب الدول المختلفة. هي دولة صغيرة أصلا، دولة سهلية فالحركة سهلة، فالموقع الجغرافي أدى إلى سهولة الحركة والتواصل بين بين شعوب الدول دي. طب الموقع الفلكي، الموقع الفلكي بيقول لك ساعد على تنوع المناخ، ساعد على تنوع المناخ. طيب سؤال رقم 5 بيقول لك انتشار حضارات قارة أوروبا في العديد من دول العالم. يعني ليه حضارات قارة أوروبا انتشرت فين؟ انتشرت في العالم. قال لك والله بسبب الموقع الجغرافي، سبب الموقع الجغرافي ساعد على سهولة التواصل بين قارة أوروبا وبين باقي قارات العالم. قارة أوروبا في شرق آسيا، في جنوب أفريقيا، في غرب أمريكا الشمالية والجنوبية، فقارة موقعها استراتيجي وموقعها مهم جدًا وقريبة من كل قارات العالم، فالموقع الجغرافي ده سهّل الحركة والتواصل بينها وبين إيه، القارات المختلفة، وبالتالي سهّل نقل الحضارات، سهّل نقل الحضارات. سؤال رقم 6 بيقول لك أهمية السهول الفيضية بقارة أوروبا. والله السهول الفيضية دي يعني ساعدت على اتصال قارة أوروبا ببعضها البعض، وكمان في التنمية، التنمية الزراعية إن هم زرعوها واستفادوا من خيراتها. سؤال رقم 7 بيقول لك طول سواحل قارة آسيا. طول سواحل قارة آسيا، يعني ليه قارة آسيا سواحلها كبيرة كده؟ بُص، أنت هتفكر أصلًا في الموضوع ده، يعني هي قارة آسيا ليه أصلًا سواحلها كبيرة أو سواحلها متسعة بالشكل ده، أو تختلف اتساعها من مكان للتاني؟ والله ده على حسب لأن الموقع الفلكي فيها كبير جدًا، امتداد الموقع الفلكي فيها كبير، تمام؟ فده بسبب إيه؟ بسبب الامتداد الكبير للموقع الفلكي. سؤال 8 بيقول لك اختلاف اتساع السهول الساحلية بقارة آسيا من المنطقة الأخرى. يعني السهول الساحلية لو افترض ده بحر، السهول الساحلية في مكان واسعة، في مكان تاني ضيقة، واسعة وضيقة على حسب إيه؟ على حسب اقتراب الجبال والمرتفعات. والله لو المكان ده اقترب منه جبال هتبقى ضيق، كانت بعيدة عنه هتبقى واسعة، يبقى بسبب اقترابها وابتعاد الإيه؟ المرتفعات من الساحل. سؤال رقم 9 هنا بيقول لك أهمية استخراج المعادن الخام في قارة آسيا وأوروبا. يعني ليه استخراج المعادن ده أمر مهم جدًا؟ تقول والله كده الإجابة والله يعني استخدام المعادن الخام واستخراج المواد الخام ده بيزيد من الدخل القومي للبلاد دي، وبنعتمد عليه في الصناعات، يعني المعادن اللي هنطلعوها دي هنستخدمها في الصناعات المختلفة، وبرضه هتبقى مصدر للدخل القومي لو صدرناها برضه يبقى تدخل لي فلوس مصدر للدخل القومي. طيب السؤال رقم 10 بيتكلم عن أهمية معدن المنجنيز. تقول والله يعني الأهمية الاقتصادية لمعدن المنجنيز إن هو بيدخل في صناعة الصلب، بيدخل في صناعة بطاريات السيارات، اتكلمنا عن الصناعات بتاعته، اتكلمنا عن استخداماته، يبقى يدخل في صناعة الصلب وبطاريات السيارات. السؤال رقم 11 بيقول ارتفاع إنتاج المعادن الخام في آسيا عن أوروبا. خد بالك ارتفاع إنتاج، يعني الإنتاج في آسيا مختلف عن أوروبا بل مرتفع عن أوروبا كمان، تمام. السؤال رقم 11 والله ليه الكلام ده؟ يعني ليه آسيا إنتاجها أكبر جدا بشكل كبير من أوروبا؟ بص أنت لو بصيت على مساحة القارتين هتلاقي إن مساحة قارة آسيا أكبر، فده عامل. رقم 2 الصخور الموجودة، المعادن بتطلع منين؟ من الصخور. الصخور اللي موجودة في آسيا أنواعها أكتر، ولو نفس الأنواع فالنوع الواحد في آسيا موجود بكميات أكبر، تمام. يبقى الأنواع أكتر في آسيا، ولو مسكت النوع الواحد قارنته بالنوع الواحد بأوروبا وآسيا هتلاقي إن آسيا عنده موجود كتير جدا من النوع ده. كمان آسيا بتتعرض لحركات باطنية كبيرة جدا زي الزلازل زي البراكين، تمام. آسيا بتتعرض لها بشكل كبير جدا مقارنة بأوروبا. برضو إن
كميات كبيرة من الخامات المعدنية في أوروبا بدأت تنفذ بسبب استخدامها منذ فترة أو الثورة الصناعية. فأنت عندك ارتفاع الإنتاج الخام في آسيا عن أوروبا، لأن أوروبا بدأت من زمان تستخرج المعادن بتاعتها، فبدأت تنفذ واحدة واحدة. أوروبا مساحتها صغيرة مقارنة بآسيا. تمام. أوروبا برضو ما بتتعرضش لحركات بطونية زي اللي بتعرض لها آسيا. الصخور اللي موجودة في أوروبا مش زي اللي موجودة في آسيا، فده العوامل اللي بتأثر في الكلام ده. طيب سؤال رقم 12 بيقول لك نفاذ كميات كبيرة من الخامات أو المواد الخام الأوروبية. يعني ليه كميات كبيرة جدا من المواد الخام الأوروبية بتنفذ؟ والله ده بسبب الاستخدام الغير مستدام. يعني الاستخدام الغير مستدام يعني مش بيحفظ حقوق الأجيال القادمة. أنا بطلع دلوقتي كميات كبيرة، أستخدم اللي أستخدمه وأبيع التاني، أبيعه، أدخل دخل قومي. يبقى أنا منها بعمل إيه؟ منها بدخل فلوس ليا، منها بستخدم المعادن دي، وده أمر خطأ طبعا. لازم تحافظ على حقوق الأجيال القادمة، أي فيما تسمى بالتنمية المستدامة. تمام. وده حصل منذ بداية الفترة الثورة الصناعية. طيب سؤال 13 بيقول لك معدن البترول رقم 13. والله البترول ده مادة خام للصناعات البتروكيماوية الحديثة، صح؟ لا، برضه الصناعات المعدنية وكمان توليد الكهرباء، يعني بيشتغل او بيستخدم كمادة خام. تمام، في وسائل النقل. وبرضه ده بيؤثر على الاقتصاد العالمي. اي دولة تبص على اقتصادها تلاقيها غنية بشكل كبير جدا، تلاقي البترول يدور. لو بصيت على دول الخليج العربي اللي موجودة عندنا في الوطن العربي، السعودية، الامارات، قطر، الكويت، هتلاقي الدول دي دخلها القومي معتمد على البترول، مصادر الطاقة، لأنها غنية بفعل وبفضل البترول. تمام. يبقى برضه بتدخل بتؤثر على القوة الاقتصادية. تلاقي إن الدولة لها قيمة اقتصادية كبيرة، هيبقى لها وزن سياسي كبير، كله بالفلوس. فأنت لما تبص على الساحة العالمية وتلاقي الناس القويين جدا في السياسة، تلاقيها الدول الأغنى بالفلوس. وطبعا البترول له دور كبير جدا في غنى الدول دي. وتتحكم بقى اللي هو لا ده روح هنا، طب انا ما ادكش مش هديك بترول لو ما اعطيتنيش سلاح، لا انا مش هديك بترول لو ما دعمتنيش في القرار المعين، وهكذا. تمام. طيب نروح للسؤال رقم 14 بيقول لك يعد الغاز الطبيعي منافسا قويا للبترول. يقول لك ان الغاز الطبيعي بينافس البترول. طيب ليه الغاز الطبيعي بينافس البترول؟ والله علشان سهولة استخراجه اسهل بكتير من البترول. خد دي كمان، وارخص من البترول. خد دي كمان، وطاقته او انتاجيته يعني اكبر من البترول. خد دي كمان، واقل تلوثا من البترول. كل دول يبقى بالنسبه لي الغاز الطبيعي منافس قوي للبترول. ليه؟ عشان اسهل في استخراجه، تكلفته ارخص، وكمان مش ملوث لبيئه زي التاني، وانتاجيته اعلى، بينتج اعلى. طيب نروح للغاز الطبيعي منافسا قوي للبترول، خلصنا دي. نروح لسؤال 15 بيقول لك ارتباط مواقع معظم الحضارات القادمه في قاره اسيا بوجود الانهار. والله ليه؟ ان انا عندي نهر، فانا عندي على جانبيه سهول فيضيه وتربه خصبه، فانا عندي زراعه. عندي زراعه، وده عامل كبير جدا في قيام الحضارات اللي هي الزراعه. يبقى والله بسبب توفر التربة الخصبة التي أدت إلى قيام الزراعة. تمام. نروح للسؤال رقم 16 بيقول لك أطلق على حضارات بلاد العراق القديم حضارات بلاد الرافدين. حضارات بلاد الرافدين. ليه اتسمت حضارات بلاد العراق باسم بلاد الرافدين؟ ركز معايا في الإجابة، عشان الإجابة له دور مهمة جدا، وده بتاعة التاريخ. بص والله انت لو بصيت على العراق واتكلمنا في السهول الفيضية اصلا الموجودة في اسيا، واتكلمنا منها السهول نهري من دجلة والفرات، فاتسمت ببلاد الرافدين اللي هم دجلة والفرات، اللي هم النهرين يعني. تمام، اللي هم النهرين. فعلشان الحضارات دي نشأت على النهرين دول او على سهول النهرين دول، فاتسمت ببلاد الرافدين اللي هم مين؟ اللي هم طبعا يقصد بها دجلة والفرات. تمام. طيب السؤال اللي وراه رقم، خلاص بقى. السؤال اللي وراه بيقول لك تعد الحضارة السومرية أهم الحضارات العراقية. طب ليه الحضارة السومرية مهمة جدا وبيقولوا عليها إن هي من أهم الحضارات
العراقية. بص، السومريين عملوا حاجة كويسة جدا، وهم إن هم اخترعوا الكتابة السومرية. اخترعوا الكتابة السومرية، فاختراع الكتابة السومرية كان أمر مهم جدا جدا. تمام، استخدموها وسجلوا أحداثهم ونقلوها للأجيال اللي بعد كده بسبب إيه؟ بسبب اختراع الكتابة السومرية. طيب، سؤال رقم 18 بيقول لك سقوط الدولة الآشورية. كلمنا عن الدولة الآشورية وإن هم استخدموا طريقة العنف، طريقة الإيه؟ العنف وسياسة العنف ضد الشعوب اللي احتلوها. ده اللي عمل لي ثورات متكررة، عمل لي ثورات متكررة من الشعوب دي لحد ما انتهت الدولة. طيب، بسبب إيه؟ بسبب استخدام سياسة العنف ضد الشعوب اللي احتلوها. طيب 19 بيقول لك أهمية الزقورات في بلاد العراق القديم. والله كانوا بيقيموا فيها الشعائر الدينية، كان بينصب فيها الملك حاكما أصلا. نتيجة لازم لما من شعائر اللي هو الملك يجي يتنصب جديد في بقى مراسم التتويج والكلام ده، كان بيروح المعبد ده. تمام، أو الزقورات أو الأماكن دي. طيب 20 بيقول لك تأسيس الدولة السلوقية في العراق وبلاد الشام. والله لما توفى الاسكندر الاكبر ما كانش في وريث للحكم من وراه او من خلفه، فكل منطقه كان ليها حاكم او قائد استقل بحكمها. يعني مصر كانت مين اللي كان القائد بتاعها؟ بطليموس، اخذ حكم مصر وانشا دوله بطلميه. طب بلاد العراق القديم كان نصيبها من مين؟ من قائد اسمه ايه؟ سلوقس، فانشا الدوله السلوقيه. 21 بيقول لك استقرار السكان فوق مرتفعات اليمن. اليمن بيقول لك ليه السكان استقروا فوق مرتفعات اليمن؟ خد بالك، فوق المرتفعات، وده لها علاقة بالمناخ. اعتدال ايه؟ المناخ، عشان المناخ فوق معتدل، المناخ تحت حر، انما فوق معتدل وكويس جدا لقيام الحضارات كمان. طيب السؤال رقم 22 بيقول لك استنجاد اهل اليمن القديم بالفرس. ليه اهل اليمن زمان استنجدوا بالفرس؟ كلمنا اصلا عن عن الاحتلال الحبشي ليهم. مش قلنا ان ملك الحبشه احتلهم بسبب اضطهاد المسيحيين منهم، صح؟ كان في ملك بيضطهد المسيحيين اللي موجودين في بلاد اليمن، فالمهم ان ملك الحبشه جاله واحتله وحكم. فاليمنيين ما كانوش مرتاحين من الحكم الحبشي ده، وكان في ظلم واضطهاد برضه. فراح الفرس، فراحوا استنجدوا بالفرس وراحوا جم ايه؟ خلصوا على الحكم الحبشي. تمام. 23 بيقول لك استخدام الهنود قديما الاختام في التجاره. يعني الهنود زمان كانوا بيستخدموا الاختام في ان هم يستخدموها في التجاره، يعني التجاره بين واحد وبين التاني كان بيستخدموا الختم. بيستخدم حاليا الاختام دلوقتي موجوده، فبقول لك من زمان جدا وكانت بتستخدم، وكمان اللي استخدمها في الاوائل مين؟ هم الهنود. تمام، وده للدلاله على ايه؟ على منشأ السلع. يعني مثلا شوف انت اللي ورا مكتوب صنع في مصر، ويعمل لك ختم كده ويديله ادي صنع في مصر. هو زمان كان كده، ايه؟ صنع في الهند، ميد ان انديا، فاهم؟ ميد ان ايجيبت، للدلاله على ايه؟ على مكان صنع الحاجه دي. وعلى فكره المصريين اخذوا الحاجه دي منهم، ماشي؟ مصر زمان حضاره مصريه اخذت الحاجه دي من الهند. طيب 24 بيقول لك تختفي الغابات المداريه في قاره اوروبا. خد بالك من الغابات المداريه. تمام، والغابات المداريه دي بتحتاج مناطق ايه؟ مش معتدله، شماليه او بارده يعني زي اللي موجوده في اوروبا. طبعا لا، فبالتالي بتختفي فين؟ اوروبا. تمام. تمام، الغابات المداريه مش موجوده في اوروبا بسبب اختلاف المناخ، لان في اوروبا المناخ هناك مناخ معتدل بارد او معتدل شمالي، فبالتالي ده مش مكان ملائم جدا لنمو الغابات المداريه. رقم 25 بيقول لك تسميه نظام الغابات النفطيه بهذا الاسم. ليه الغابات النفطيه اتسمت باسمها ده اللي هو الغابات النفطيه؟ اتكلمنا في النقطه دي علشان الاوراق في فصل الشتاء بتعمل ايه؟ بتنفض اوراقها. فصل الشتاء والخريف الاوراق بتنفض اوراقها او بتنطر اوراقها كده. يعني مثلا ادي الورق مثلا وادي الورقه. فصل الشتاء والخريف تلاقيه من كتر الساعه اتنفضت. يعني ايه؟ يعني خلاص تقع الورقه، تقع والورقه تقع. تمام، هو الفرق من غير ورق. يبقى ايه؟ يبقى سميت بالغابات النفطيه بسبب انها بتنفض الاوراق، تنفض الاوراق في فصل الشتاء والخريف. طيب 23 بيقول لك اهميه اشجار نظام الغابات النفطيه. اهميه الايه؟ اهميه الاشجار بتاعه النظام ده ايه هي؟ والله الغابات بتاعته او الاشجار بتاعته هناخد منها الخشب، صح؟ لا، مصدر مهم لخشب، زي خشب اسمه خشب الزان، وده مهم جدا في الاساس. تمام.
في صناعة الإيه الأساس. يبقى الغابات النفطية مهمة جدا لأن هي بستخدم النباتات أو الأشجار اللي موجودة فيها إن أنا أستخرج منها الخشب، وده بستخدمه في صناعات الأساس. وأشهر ده من الخشب عندنا هو خشب مين؟ الزان. طيب والحاجات اللي يعني خشب الزان ده بيطلع من الغابات النفطية. أشهر حاجة من الغابات النفطية هو مين؟ الزان. طيب نروح ل السؤال رقم كام؟ 27. ماشي. تعرض الغابات النفطية لإزالة مساحات كبيرة منها. يعني الغابات النفطية في مساحات كبيرة جدا منها بتتزال، وده ليه؟ الناس بيروحوا يشيلوها ليه؟ علشان يقيموا مكانها الزراعة، زي زراعة القتان، زي القمح. تمام؟ يبقى كده الناس بتروح تشيل ايه؟ الناس بتروح تشيل الغابات اللي موجودة دي أو الأشجار اللي موجودة تلاحها ليه؟ عشان تزرع مكانها. إحلال محلها ايه؟ الزراعة، زي القمح، زي الشعير، زي التفاح برضه. طيب 28 بيقول لك أهمية أشجار الصنوبر والشربين. أشجار الصنوبر والشربين ده بتدخل في صناعة الورق. خد بالك الورق بسبب ليونة أخشابها لينة، فممكن نستخدموها إن إحنا نكتبوا عليها، وبالتالي بيستخدموها في صناعة الإيه؟ الورق. 29 بيقول لك انتشار البعوض في فصل الصيف في الغابات الإيه؟ في الغابات الصنوبرية. الغابات الصنوبرية البعوض منتشر فيها بشكل كبير جدا، وده علشان انتشار المستنقعات المائية الناتجة عن ذوبان الجليد. دلوقتي انا عندي الجليد بيذوب في فصل الصيف. بتكلم عن الغابات الصنوبريه دي اللي موجوده فوق كده في شمال قاره اسيا. تمام؟ فانت بتتكلم ان انت الجليد بيذوب، فلما الجليد يذوب يكون لي المستنقعات المائيه دي. فلما المستنقعات المائيه تتكون الايه؟ البعوض ينتشر بشكل كبير جدا ويكون منتشر في المناطق دي. طيب 30 بيقول لك لاشجار الصحاري جذور عميقه، طبعا عشان تصل ايه للميه اللي موجوده تحت اللي هي المياه الجوفيه يعني، علشان مفيش مطر بينزل او ضعيف جدا المطر، فبالتالي لازم يكون لها اشجار عميقه جدا بتوصل لتحت علشان توصل للميه الجوفيه وتغذي النبات منه. يتعذر نمو النباتات بجميع انواعها بنظام الصحاري البارده، وده علشان التربه بتكون متجمده طول السنه او طول العام، تكون متجمده. طيب سؤال رقم 32 بيقول لك تتميز آسيا بالتنوع البيولوجي الكبير. يعني آسيا فيها تنوع، عذرا، آسيا بيقول لك فيها تنوع بيولوجي كبير جدا. طيب بيقول لك ليه آسيا فيها التنوع البيولوجي الكبير ده؟ والله عشان احنا عارفين المناخ، عارفين المناخ. يبقى دور المناخ في تنوع المناخ دور كبير جدا، وكمان اتساع البيئات المائية الدافية اللي دي موطنا للكثير من للكثير من سؤال رقم 33 بيقول لك إدراج اليونسكو بحيرة بيكال على قائمة التراث العالمي. والله لأن هي أعمق بحيرة في العالم. إيه تاني؟ والله واحدة من أكبر الخزانات الطبيعية للمية، خزان طبيعي كمان مش صناعي، يعني كمان نقية جدا. بقول لك من أنقى البحيرات، دي كلها أسباب كافية أصلا. تمام تمام. طيب نروح السؤال اللي وراه. بيقول نجاح الملك فيليب الثاني المقدوني في توحيد معظم المدن اليونانية. ليه الملك فيليب الثاني نجح بالفعل في ان هو يوحد المدن اليونانية زمان؟ والله ده عشان ضعف المدن اليونانية بسبب الصراعات. زمان في المدن اليونانية كان في صراعات كبيرة جدا ما بينها، فكانت ضعيفة. فجه الملك فيليب الثاني ابو الاسكندر وقام موحد البلدان دي وانشأ المملكة بتاعته. بس كده. تمام تمام. السؤال اللي وراه بيقول 36 اعتماد الاقتصاد اليوناني القديم على التجارة. ليه زمان كانوا بيعتمدوا على التجارة في الدولة اليونانية والحضارات اليونانية القديمة؟ والله تقول له بسبب قلة الأراضي الزراعية، أو مفيش أراضي زراعية كتيرة علشان يزرعوا. لا، الأراضي الزراعية موجودة بس بنسبة صغيرة جدا فيها. تمام تمام. نروح للسؤال وراه 37 بيقول لك اعتماد الامبراطوريه الرومانيه على القمح المصري. ليه كانوا بيعتمدوا على القمح المصري؟ والله بسبب تدهور الزراعه عندهم، تدهور الزراعه في الامبراطوريه الرومانيه بسبب كثره الحروب. كانوا داخلين في حروب مع بلاد الله، بلاد كتيره جدا داخلين معاها في حروب، شمال افريقيا وجنوب اوروبا وغرب اوروبا وشرق اسيا وايه
بلاوي كانوا داخلين في حروب مع ناس كتير وبلاد كتير، فمفيش فالاراضي كلها متضرره بسبب الحروب والصراعات دي. طيب السؤال رقم 38 بيقول لك تعرض مصر في عهد الامبراطور تراجان لمجاعه. ليه حصلت المجاعه دي؟ ولا عشان انخفض منسوب نهر النيل. لما منسوب النيل انخفض حصلت مجاعه. تمام. 39 بيقول لك انشاء الامبراطور قسطنطين مدينه القسطنطينيه. الامبراطور قسطنطين بنى مدينه ما اتفتحتش غير على ايد سلطان محمد الفاتح. ليه هو بنى المدينه دي؟ والله المدينه دي عملها عشان تكون عاصمه جديده للامبراطوريه مع روما. يعني ايه؟ يعني الدوله، اصلا الدوله كانت دوله كبيره، فكان لها عاصمتين، عاصمه روما في الغرب وعاصمه قسطنطينيه في الشرق. والامبراطوريه كانت منقسمه، ايه، كان في حاكمين ليها كمان، حاكم بيحكم روما وحاكم بيحكم قسطنطينيه. تمام. يبقى هو بنى مدينه القسطنطينيه الجديده دي عشان تكون عاصمه ايه؟ الامبراطوريه الرومانيه في الشرق، بجانب ايه؟ بجانب كون روما عاصمه الامبراطوريه في الغرب. تمام. ده كده قال اسئله بما تفسر. نروح لسابع نمط من الاسئله، الا وهو ما النتائج المترتبه. طيب يلا بينا، بسم الله. رقم واحد بيقول لك الموقع الفلكي لقارة آسيا. ما هي النتائج المترتبة على الموقع الفلكي لقارة آسيا؟ ولا ترتب على ده إن أنا عندي تنوع مناخي، فتنوع حيوي وتنوع نباتات والكلام ده كله. تمام. وتنوع منتجات زراعية. يبقى الموقع الفلكي عمل لي تنوع مناخ، فتنوع حيوي، يبقى عندنا تنوع بيولوجي كمان، وعندنا نباتات كتير وحيوانات كتير ومحاصيل كتير. كل الكلام ده بسبب الموقع الفلكي للقارة الآسيوية. طب تاني سؤال بيقول لك التنوع الكبير في قارة أو في مناخ قارة آسيا. التنوع الكبير في مناخ قارة آسيا ده عمل إيه؟ والله أدى إلى إن أنا عندي تنوع في النباتات، تنوع في الحيوانات، وتنوع في المحاصيل الزراعية. السؤالين دول زي بعض. تمام. يبقى أنا عندي إيه؟ عندي تنوع فين؟ عندي تنوع في النبات وتنوع في الحيوان وتنوع في المحاصيل الزراعية. رقم 3 بيقول لك الموقع الفلكي لقارة أوروبا. هنا بقى بيتكلم على مين؟ بيتكلم على قارة أوروبا. بيقول لك إيه النتيجة المترتبة على الموقع الفلكي ليها؟ بص، والله الموقع الفلكي لقارة أوروبا جعلها إيه؟ متنوعة في المناخ. عمل تنوع فين؟ في المناخ. ده رقم واحد. رقم اتنين خلاها فوق في المنطقة الشمالية اللي المعتدلة، المنطقة المعتدلة الشمالية. طيب ده كده برضو كانت الموقع بتاع أوروبا. رقم أربعة بيقول لك كثرة تعاريج سواحل قارة أوروبا. ليه سواحل قارة أوروبا متحركة كده؟ تمام. فعاملة لي قارة إيه؟ متحركة كده بالشكل إيه ده؟ إيه القارة؟ إيه السواحل الكتير دي؟ إيه السواحل المتحركة دي؟ ليه كده؟ ليه بالشكل ده؟ اقول لك والله بالشكل ده، او ايه النتيجه المترتبه على الشكل ده؟ بقول لك ده ساعد على قيم الموانئ الطبيعيه. ليه؟ انا عندي عملت هنا مينا وهنا مينا وهنا مينا وهنا مينا وهنا مينا وهنا مينا، فانا عملت موانئ طبيعيه كتيره جدا كتيره جدا. لما انا عندي انحناءات كده او تحركات في خط الساحل، فانا خط الساحل هيطول وهيرى. وكمان ميزه تانية اضافيه ان انا هعمل موانئ، يبقى انا هعمل موانئ، ده حاجه مهمه. وكمان خط الساحل بتاعي هيطول، هيبقى اطول مما هو ايه؟ مستقيم كده. يعني هو كده ولا كده؟ هتقول ما هي نفس الطول اهو، اقول لك لا تختلف طبعا. هنا بص في تحركات وانحناءات، وكل ده هيخليني اعمل موانئ طبيعيه هنا، والساحل طوله هيزيد كمان. تمام. يعني بدل يعني ده لو اللي كان عامل كده ده وده، لو فردنا ده هيبقى عامل كده، صح؟ لا ايوه. فبالتالي خط الساحل هيبقى كبير. طيب السؤال اللي وراه ده بتاع هنا كده سؤال رقم 5 بيقول لك التوسع في استخدام مصادر الطاقة المتجددة. ده يساعد على انخفاض الغازات المضرة أو غازات ثاني أكسيد الكربون. تمام. رقم 6 بيقول لك اتباع الأشوريين سياسة العنف. ايه النتيجة المترتبة عليها؟ والله الشعوب اللي كانوا محتلوها عملوا وقاموا بالعديد من الثورات ضده، وبالتالي انتهت الدولة الأشورية. سؤال رقم 7 بيقول لك اهتمام ملوك العراق القديم بوضع القوانين، وده عشان ينظموا مختلف جوانب الحياة. تمام. وكمان عملوا قوانين تلزم حقوق المرأة. رقم 8 ما النتائج المترتبة على الموقع الجغرافي المتميز لبلاد اليمن القديم؟
باقول لك إن الموقع ده متميز. إيه اللي حصل لمّا الموقع ده بقى متميز؟ والله الموقع أصبحت طرق تجارة نشطة في المكان ده، وكمان اليابانيين عملوا موانئ. اللي عملوا موانئ عملوا موانئ زي ميناء مين؟ زي ميناء عدن اللي عملوه. وإيه تاني؟ والله اليابانيين كانوا بيفرضوا ضرايب أصلًا على الأراضي، على التجار والقوافل المعادين من أرضهم. تمام. فأنت بتتكلم على إن الموقع الجغرافي بتاع بلاد اليمن القديم كان مهم. تمام. وكان كمان كل قافلة معدية من بلادهم كانوا بيفرضوا عليها ضريبة، وأصبحت التجارة إيه؟ النشاط الأساسي لبلاد اليمن، وعملوا موانئ زي ميناء عدن كمان. ما ننساش تحكمهم طبعا في إيه؟ في مضيق باب المندب من الجانب الآسيوي بالتعاون مع جيبوتي من الجانب الإفريقي، وسيطرتهم على طرق التجارة العالمية عن طريق المضيق ده. طيب رقم 9 بيقول لك صراع الحميريين مع الأحباش والفرس. صراع مين؟ الحميريين مع الأحباش والفرس، ده أدى إلى سقوط مملكة حمير. دلوقتي مملكة حمير كانت في صراع مع الأحباش والفرس، فراحوا الأحباش احتلوها وبعدين جم الفرس احتلوها وهكذا. المهم يعني إنهم إيه؟ الصراع ده أدى لإيه؟ سقوطها. 10 بيقول لك ظهور الممالك اليمنية القديمة. والله الممالك يعني كل مملكة، يعني الممالك إيه؟ الممالك ده مكان خاص بنفسه، يعني له حاكم وله جيشه وله علمه وله سلطته وله كل حاجة. فأنا لما عند كل مدينة تستقل بنفسها مثلا، يكون لها حاكم، يكون لها جيش، يكون لها سور بيحميها، يكون لها قوانينها، فأنا هنا أعمل إيه؟ يبقى أنا عندي نظام الملك هيبقى عندي وراثي. أصبح نظام الحكم وراثيا. خلاص ما عادش في البلاد اللي هو إيه المدن الكتير تحت حكم ملك واحد، خلاص كل مدينة استقل بحكمها ملك، وخلى كمان الحكم وراثي. فانتشار الممالك ادى لانتشار الحكم الوراثي. طيب آه. آه. سؤال رقم 11 بيقول لك الرياح الموسمية الصافية في نظام الغابات المدارية، ايه النتائج المترتبة عليها؟ والله النتائج المترتبة عليها ان ده عمل ارتفاع في درجة الحرارة وسقوط امطار غزيرة. ارتفاع في الحرارة وسقوط أمطار، ارتفاع في الحرارة وسقوط أمطار، ارتفاع حرارة وسقوط أمطار. طب 12 بيقول لك تحلل الأوراق والمواد العضوية بأراضي الغابات النفطية، ده يعمل لي إيه؟ لما الأوراق بتاعت الغابات النفطية، خلاص مش قلنا الغابات النفطية دي بتنفض أوراقها، خلاص الأوراق بتاعتها هي اتنفضت ونزلت على التربة، فلما الأوراق دي تتحلل وتنزل في التربة هتزيد من خصوبتها، هتزيد من إيه؟ من الخصوبة بتاعتها. طيب السؤال اللي وراه بيقول 13 الشكل المخروطي لأشكال الغابات الصنوبرية ده عمل إيه؟ ساعد على التخلص من التلوج المتساقط عليها. شكلها شكل مخروطي، فالسلوك مش هتستقر على الورقة دي. السؤال رقم 15 بيقول لك قلة المواد العضوية والأملاح في تربة نظام الغابات الصنوبرية. والله أنا عندي كده ساد في نظام الغابات الصنوبرية تربة رمادية اللون وقليلة السمك ومنخفضة الخصوبة. لما أنا عندي قلة في المواد العضوية، هل التربة هتكون غنية ولا هتكون فقيرة؟ طبعا تكون فقيرة. طب تربة غنية أو فقيرة بالأملاح، فالتربة هتكون فقيرة. فأنا عندي إن هي ما فيهاش أملاح كتير، ما فيهاش مواد عضوية كتير، فهي تربة هتبقى فقيرة مش غنية، فقيرة مش غنية، ومنخفضة الخصوبة والسمك كمان. تمام. ولونها يكون رمادي. طيب سؤال رقم 16 بيقول لك معركة أكتيوم البحرية. والله انتهت حياة الملكة كليوباترا. الملكة كليوباترا انتهت حياتها، وكمان انتهى الحكم البطلمي في مصر، وبداية السيطرة الرومانية على مصر. أصبحت مصر ولاية رومانية. سؤال رقم 17 بيقول لك إصدار الإمبراطور قسطنطين مرسوم ميلان. قسطنطين لما أصدر مرسوم ميلان، إيه النتيجة اللي ترتبط عليه؟ والله منح الحرية لمسيحيين، منح الحرية. طبعا بعد اضطهاد كبير جدا دام لقرون. تمام. ده كده كان نظام أسئلة ما النتائج المترتبة. نروحوا ليدلل. طيب دلل. بيقول لك هنا في دلل رقم 1 بيقولوا كانت قارة آسيا، خد بالك كانت قارة آسيا
معبرا رئيسيا لطرق التجارة البرية والبحرية منذ العصور القديمة. ده اللي قاعد تقول والله إيه، حيث كان يمر بقى طريق مين؟ الحرير، وطريق مين؟ وطريق التوابل، كانوا بيمروا من آسيا. رقم 2، كانت قارة آسيا مهد الشرائع السماوية الثلاث. يعني قارة آسيا كانت مهدا للشرائع أو للديانات. هي أنا ماشي الاسم تمام، يعني الشرائع السماوية الثلاث، يعني ده أفضل مسمى الصراحة، يعني الشرائع السماوية، لأن الدين هو دين واحد ألا وهو الإسلام. الدين واحد، وإنما هي شرائع مختلفة بين الإسلام وبين اليهودية وما بين الإسلام وما بين المسيحية، وثلاث كتب سماوية لدين واحد ألا وهو الإسلام. إنما الدين عند الله هو الإسلام، إنما الدين عند الله الإسلام. هنا الاسم إيه؟ يعني كلمة الشرائع الدينية، يعني مية مية والله الصراحة الكلمة دي في محلها بالظبط. دايما تلاقي كل الكتب بتكتب لك إيه؟ مهد الديانات السماوية المختلفة، مهد الديانات الثلاثة، مهد الشرائع الدينية. تشكر والله، يعني كتاب الامتحان شابوه والله، والله شابوه. تمام. طب طب ايه النتيجة المترتبة بقى على ان قارة اسيا كانت مهدا للشرائع الديانية المختلفة؟ واثبت على ده، هتقول والله ان هي كانت مهدا للشرائع الثلاثة زي المسيحية وزي الايه وزي الاسلامية وزي المسيحية، وكمان وجود الكثير من الاماكن المقدسة فيها زي مسجد الحرام وزي المسجد النبوي وزي كنيسة المهدي في فلسطين وزي المسجد الاقصى في فلسطين وزي اماكن كتير. طيب رقم 3 بيقول لك وجود العديد من الارخبيل في قارة اسيا. تقول والله زي ارخبيل ايه؟ زي ارخبيل جزر، زي ارخبيل اليابان، مثل ارخبيل اليابان وارخبيل اندونيسيا كمان. طب رقم 4 بيقول لك تتعدد يؤثر البترول بشكل كبير في العلاقات الدوليه. والله لانه ماده خام تستخدم في الصناعات البتروكيماويه والصناعات الحديثه. تمام. وبنولد بكهرباء وبنستخدمه في وسائل النقل والمواصلات وحاجات كتير جدا، وبيدخل في العلاقات الدوليه وبيؤثر على المستوى السياسي كمان. رقم 5 بيقول لك تتعدد مصادر الطاقة المتجددة في قارتي آسيا وأوروبا. والله ليه؟ لأن احنا عندنا طاقة كهرومائية وطاقة رياح وطاقة شمسية. قلت له صح، عايز توجد الطاقة إيه؟ طاقة الكهرومائية والرياح والطاقة الشمسية. 6 بيقول لك اهتمام حضارات بلاد العراق القديم بالزراعة. والله هم عملوا ايه؟ زرعوا خضروات وزرعوا فاكهة، وضعوا قوانين لتنظيم الضرائب، وكمان عملوا مشروعات زي مشاريع الري. فكل ده ما يدلش على اهتمامهم بالزراعة؟ لا طبعا اهتموا بالزراعة بشكل كبير جدا. رقم 7 بيقول لك اهتمام حضارات ده 7 بيقول لك براعة العراقيين في الصناعة. يعني ان العراقيين ما كانوش فقط في الزراعة بس وخلاص، لا لا لا، ده كانوا كمان مهتمين بالصناعة بشكل كبير جدا. هتقول والله علشان هم برعوا في صناعات كتيرة زي الأدوات المنزلية وزي الخزف كمان. بس وكده لا، وكمان هم صنعوا حاجات كتيرة زي ايه؟ عارفين المعادن، نحاس والمنجنيز. مش يستخدموا النحاس والذهب والفضة في ان هم يستخدموها، ايوه طبعا يستخدموها في صناعة الحلي والأسلحة. تمام. يبقى لما اتكلمنا عن الصناعه هتقول لك والله ان هم صنعوا ايه؟ ادوات منزليه وصنعوا خزف واستخدموا المعادن كمان وسخروها لصناعه الادوات زي الاسلحه وزي مختلف الادوات. استخدموا الذهب واستخدموا الفضه واستخدموا النحاس واستخدموا البرونز كمان. وصلنا الرقم كام؟ رقم 8 صح. تأثر المصريين القدماء بحضارة بلاد العراق القديم. يعني إن الحضارة المصرية القديمة تأثرت بحضارة بلاد العراق القديم. ولا تقول لي يعني حيث أن المصريين نقلوا عن بلاد العراق القديم شوية حاجات كده، منها الأختام. فين ختم ميدين ايجيبت مثلا، وصنع في مصر وصنع في القاهرة وصنع في اسكندرية، الختم ده. رقم 2 عبادة المعبود عشتار اللي اتكلمت عليها من شوية، دي من اشهر المعبودات العراقيه واللي راحت لمصر. كمان اتكلمنا عن نحت التماثيل المجنحه او الحيوانات المجنحه، حيوان يعمل له جناحات كانه بيطير يعني. تمام. تمام. يبقى الحضاره المصريه تاثرت بالحضاره او حضارات بلاد العراق القديم، نقلوا عنهم شويه حاجات، منها الاختام ومنها عباده المعبود عشتار، هو اسمها كده، اسمها عشتار. ومنها اخر حاجه الا وهي ايه؟ نحت التماثيل او الحيوانات المجنحه. رقم 9 بيقول لك والله هنا براعة الفينيقيين في العمارة والفنون. تقول والله حيث برعوا فشيدوا حاجات كتير جدا، يعني شيدوا المعابد، قلاع، الحصون، القصور، وكمان بنوا الأسوار حول المدن لحمايتها من الأعداء. وكمان اشتهروا بنحت التماثيل الصغيرة من الخشب والحجر والعاج. طب والخشب وعارفينه والحجر وعارفين، والعاج ده حاجة ما بين الخشب والحجر، لينة ألين من الحجر وأصلب من الخشب كده. تمام. تمام. آه
ده كده بالنسبه لبراءتهم في لما عملوا قصور وعملوا قلاع وحصون والمدن وحوطوها باسوار كمان وحاجات كتير. طب 10 بقول لك الحضاره الصينيه يعني كان لها دور كبير جدا في الابتكارات بالنسبه للعلاج. قال لك والله ابتكروا طرقا جديده للعلاج زي الوخز بالابر. زي ايه؟ الوخز بالابر، وزي العلاج بالاعشاب الطبيه. دخلوا انواع جديده من العلاج، وخز بالابر وزي الاعشاب طيب. سؤال رقم 11. تعرض حيوانات نظام الغابات النفطية للصيد الجائر. ايه اللي هيحصل لما الغابات النفطية الحيوانات اللي فيها تعرض للصيد الجائر؟ ويؤدي الى تناقص اعداد الحيوانات دي، صح؟ يبقى تناقص اعداد الحيوانات وانقراضها، زي حيوان اسمه الدب الاسود الاسيوي. ده في الغابات النفطية، وكمان صيده كتير جدا فبيتعرض لصيد جائر، فأدى إلى تناقص أعداده واحتمالية انقراضه في السنوات المقبلة. سؤال رقم 12 بيقول لك براعة العراقيين في النحت. والله علشان كده هم نحتوا لنا تماثيل يعني من افضل ما يكون. قاموا بنحت التماثيل بدقة ومهارة عالية، مثل تمثال الثور المجنح. شو انهم كانوا بيرسموا التماثيل المجنحة، فرسموا الطور المجنح. طيب سؤال رقم 13 بيقول لك تتعدد التهديدات التي تتعرض لها نظام الحشائش الحارة. يعني التهديدات اللي بيتعرض لها نظام الحشائش الحارة كتيرة جدا جدا جدا. نتكلم عن الحشائش الحارة، بنتكلم عن السافانا. قال لك والله في تهديدات زي النمو العمراني، الناس بتروح تشيل الحشائش وتبني. الحرائق، منها حرائق بشرية، تمام، ومنها حرائق طبيعيه عادي. والتحول لزراعه المحاصيل، ممكن الناس تروح تشيل الحشائش دي، او حتى لو غابات حتى تشيلها عشان تزرع مكانها او تبني مكانها. الراعي الجائر، قط الراعي في المكان ده يخلي الحشائش ما تنموش تاني تخلص، تمام. التغيرات المناخيه، التغيرات كل دي عوامل بتؤثر في الحشائش الحاره. 14 بيقول لك التنوع البيولوجي كبير بانهار اسيا. تمام. والله ده عمل لي ايه؟ والله ده خلاني ان انا عندي ايش عديد من الكائنات الحيه في المكان ده، زي الدلافين، زي التماسيح، زي السلاحف. يبقى فتح الفرصه امام كثير جدا من الكائنات الحيه المختلفه للعيش. طيب رقم 15 بيقول لك تعمل الديمقراطيه على ضمان العداله للجميع. اثبت الكلام ده. ما هي النتائج المترتبه على الكلام ده؟ الديمقراطيه بتوفر العداله للجميع، يعني لكل الناس. الامبراطوريه بتوفر لهم العداله. تقول والله حيث قام او النظام ده بيقوم على ايه؟ بيقوم على مبدأ المشاركة في اتخاذ القوانين. يعني حتى المواطنين بيشاركوا في الحكم واتخاذ وتشريع القوانين. مش بس وكده، لا لا لا، ده كمان بيختاروا القادة بالتصويت بدل من وراثة. يعني الملك او القائد اللي هيحكم البلد مش هيبقى بالوراثة، هو مات فياخد ابنه، فياخد ابن عمه. لا، مفيش الكلام ده. ده هيبقى بالتصويت زي بالانتخابات اللي موجودة حاليا يعني. تمام. يبقى بيشاركوا في اتخاذ القوانين، بيشاركوا في اختيار القادة كمان. تمام. وايه تاني؟ وكمان القضاء اصبح مستقل عن ايه؟ عن السلطة التنفيذية او الحكم كمان، عشان يضمنوا العدالة. يعني الملك او السلطة التنفيذية المتمثلة في الرئيس او الملك اللي بيحكم البلد ما لهوش علاقة بالقضاء، منفصل عن بعضها البعض. تمام. 16 بقول لك ازدهار الحضاره اليونانيه في الثقافه والعلوم. اثبت ده. هتقول والله يعني كانت الفلسفه من ابرز انجازات الحضاره اليونانيه. يعني الحضاره اليونانيه لو هتقول لي ان هي جت بحاجه واحده فجت بالفلسفه. تمام. طلعوا لنا علماء كتير جدا زي سقراط، زي افلاطون. تمام. فانت تخيل سقراط وافلاطون وارسطو، لا لا، حاجه كبيره جدا. تمام. قال لك والله الفلسفه اليونانيه كمان انتشرت وكانت مهدا للفكر الاوروبي. يعني دي اللي بدات بقى، وبدا الفكر الاوروبي الحديث ياخد كل العلوم من العلوم دي. تمام. وكمان كانوا مشهورين جدا بالمسرحيات والشعر برضه، فلك والرياضه والحاجات دي. فبجانب الفلسفه، لا، في العلوم المختلفه زي الرياضه والفلك والطب برضه كانوا مشهورين بيه. طيب اثبت الاسكندر اكبر كفاءه عسكريه عقب وفاه والده. يعني اثبت ان هو كان حاكم قوي كده ما ترخاش بعد وفاه والده ولا الدوله ضعفت. اقول والله عشان هو قام بتقسيم حيث قام بتقسيم جيشه وقاد حمله عسكريه ضد الفرس للتوسع. عاوز يوسع دولته يا باشا، قسم جيشه وقام واخد حمله عسكريه ورايح بيها مين؟ على بلاد الفرس، وقام محتل بلاد
الفرس كمان، ودخل مصر 3332 قبل الميلاد. اثبت ان الاسكندر الاكبر لم يتراخى او يعني ايه اثبت كفاءه بعد وفاه والده، يعني ما تراخاش وما ضعفش بعد وفاه والده، لا ده هو عمل ايه؟ ده هو جمع جيشه وقسم جيشه، جمعه وقسمه، وبعدين عمل حمله عسكريه على بلاد الفرس واحتلها كلها، ودخل مصر عام 332 قبل الميلاد. تمام. تمام. قاف مين. 18 بيقول لك ادراك اوكتافيوس اهميه موقع مصر. يعني بيقول لك هنا ان اوكتافيوس كان مدرك تماما اهميه ايه موقع مصر. اثبت ده. بيقول له والله يعني هو حرص على ايه؟ على نشر قوات رومانيه بمصر لمنع ايه؟ لمنع اي تمرد ضد الحكم الروماني. يعني اوكتافيوس خلاص خلى مصر ولايه رومانيه، وهو عارف مكانه مصر واهميه مصر، فعمل ايه؟ فراح ناشر جنود رومان في مصر عشان ما يحصلش ثوره ولا يحصل اي حاجه ضد الحكم الروماني ومصر دي تتسحب منهم كده. تمام. رقم اتنين عمل ايه؟ رقم اتنين هو حرص على ان تكون لمصر عمله خاصه بيها. يعني ده عملة مصر، وده شيء كبير جدا انه يخلي ولاية من عنده له عملتها المفردة. يعني مش هتشتغل بعملة الامبراطورية، لا ده عملة خاصة بيها كده. تمام. رقم ثلاثة عمل ايه؟ عمل يعني حرص على ابقائهم تحت سيطرته المباشرة. يعني انا بنفسي هو اشرف على الناس. عارف لما تكون ملك كده حاكم مثلا المحافظة وفي قرية معينة انت مهتم بيها اكتر، يعني مزود فيها عدد الجنود شوية، مهتم بيها، عامل لها عملة معينة خاصة بيها، كل شوية تروح تبص عليها يا جماعة. طب عارف انت كده لما تكون في حاجة انت مهتم بيها ليه؟ ده عشان هي مهمة جدا وانت خايف تضيع منك، خايف تضيع منك. تمام. فهو عمل الثلاث حاجات دول، ان هو خلاها تحت سيطرته المباشرة، عمل لها عملة خاصة بيها، وكمان نشر بيها جنود رومان ليه؟ لمنع اي انقلابات على الحكم الروماني. وده كده كان تامن نوع من نمط الأسئلة، كان دلل. نروح بقى لتاسع نوع من أنماط الأسئلة، ألا هو ما العلاقة بين كل بين النيكل والسيارات الكهربائية؟ والله احنا عارفين ان النيكل بيدخل في صناعة بطاريات السيارات الكهربائية. عارفين البطاريات بتاعت السيارات النيكل بيدخل فيها. تمام. فدي العلاقة ما بينهم عادي. طب اتنين، نمو المجتمع والقوانين في العراق القديم. يعني ايه بقى؟ والله بيقول لك ان زمان لما في بلاد العراق القديم عملوا قوانين امتى؟ لما المجتمع كان كبير، لما المجتمع نما، يعني اصبح المجتمع حصل حاجه نمو في المجتمع مثلا، فظهر فعلا ان احنا لازم نعمل قوانين يا جماعه تنظم العلاقات ما بيننا، لازم يكون في قوانين تحدد التعاملات بين الناس والواجبات والحقوق وغيره. فلما المجتمع بقى كبير ظهرت هنا الحاجه لايه؟ لقوانين. تمام. فلما يقول لك نمو المجتمع والقوانين، لا نمو المجتمع ده اللي خلى في حاجه ايه؟ لان احنا عاوزين نعمل قوانين. طيب الكتب السماويه او الكتابه قصدي الكتابه المسماريه وتاريخ الحضارة العراقية القديمة. دلوقتي لما اخترعوا الكتابة المسمارية، تمام، لما اخترعوها دونوا عليها الأحداث، وبالتالي الأحداث دي نقلت إلى الأجيال اللي بعد كده. فبالتالي هنا ساعد اختراع الكتابة السومرية على إيه؟ على تدوين الأحداث ونقلها عبر الأجيال المختلفة. تمام. وكده خلصنا الثامن أو التاسع نوع من أنماط الأسئلة، خدناها واحدة واحدة. تمام. بداية من الخريطة، وأخدنا أسئلة صح وغلط، وأسئلة اختار الإجابة الصحيحة، وأكمل واكتب ما تشير إليه العبارة، وبما تفسر 30 وحدة، بما تفسر أو 39 وحدة بما تفسر. سبع نوع من أنماط الأسئلة، كان ما النتائج المترتبة، بعدين دلل وما العلاقة. 9 أنماط من الأسئلة إن شاء الله مش هيطلع منهم امتحانك. تمام. ركز جدا في الخريطة دي، خريطة مهمة موجودة في كتاب المدرسة، وإن شاء الله الخطة بتاعتك تكون مكونة من 3 4 5 أسئلة مثلا إن شاء الله من دول. ركز في الأسئلة دي كويس جدا، لأن دي الأسئلة موجودة في كتاب المدرسة، الأسئلة اللي موجودة في مراجعة كتاب المدرسة. إن شاء الله بنسبة كبيرة الامتحان بتاعك هيكون من الأسئلة دي، وإن كان في بعض الأسئلة ممكن تكون خارج من بعضها، أسئلة ممكن طبعا لازم تلاقي الكلام ده، تلاقي أسئلة كتيرة من بره من النموذج ده، ولكن بتعتمد على نفس الفكرة، نفس الحاجة. تمام. فإن شاء الله بس كده وخلصنا الفيديو ده والحلقة دي. حلينا بس هي بس محاضرة أو فيديو شرح حل، مش شرح، هو حل. احنا بنعمل احنا بنحل على الأسئلة بتاعة كتاب المدرسة، المراجعة العامة أو المراجعة الكاملة أو العامة أو الشاملة بتاعة الترم الأول. كتاب المدرسة نزل لنا مراجعة الترم الأول مليانة أسئلة كتيرة. طب الأسئلة دي بنسبة كبيرة إن شاء الله جاية في الامتحان آخر السنة، فنحلها ما نسيبهاش فاضية.
موجود عندك في كل كتب الأضواء، الامتحان، لو كتاب مثلًا زي سندباد لو موجودة في كتاب المدرسة نفسه، ما فيش حد ماهوش كتاب المدرسة، فهات الأسئلة دي وحلها كويس وركّز فيها كويس جدًا، جدًا إن شاء الله تخش الامتحان تلاقيها في وشّك مباشرةً إن شاء الله. في فيديو إن شاء الله قريب هانزّله مراجعة ليلة الامتحان بقى. اللي هو الشرح بقى بتاعنا، معانا PDF بتاعنا إن شاء الله عملناه، وممكن أوفّره لكم PDF لو احتجتوه، هيتم برضه من شرح محاضرة ليلة الامتحان من عليه، PDF زي اللي معانا ده، بس بتاعنا إحنا بقى، تمام، إن شاء الله المراجعة بتاعة ليلة الامتحان دي هاصورها وإن شاء الله ننزّلها لكم قريب جدًا، انتظروها تمام، إن شاء الله هتكون مراجعة هتفرق معاكم كويس جدًا، والورق كويس جدًا وجميل ما شاء الله، فلو محتاجين الورق كمان أنزّله لكم PDF بحيث تطبعوه وتذاكروا منه عادي ما فيش مشاكل، هو حاجة فخمة ما شاء الله يعني تمام، وكده إن شاء الله خلّصنا الحلقة بتاعة النهارده أو الفيديو بتاع النهارده وحَل بس، بنحل على أسئلة كتاب المدرسة المراجعة العامة تمام، لو في أي حاجة مش مفهومة، أي سؤال محتاج نحلّه تاني، أي سؤال تاني عاوز حَلّه، أي مشكلة، أي تفصيل، أي حاجة سيب لي في في الكومنتات وإن شاء الله هارُد عليك وأحل لك مشكلتك في أقرب وقت بإذن الله تعالى، تمام، ما تنساش بقى تعمل لايك وتشترك في القناة وتفعل زر الجرس وتشيّر الفيديو لو استفدت بقى تمام، لو استفدت منه شيّره مع زمايلك وإن شاء الله تكون استفدت يعني، وكان معكم محمد الدغيدي وسلام.